الملابس وقال نبغى نشيك على اللاعبين. قلت تفضل هذول اللاعبين قدامك شيك. قال لي انت عارف ان في التعميم ولا؟ قلت طبعا انا عارف، انا مدير فريق وعارف كل الاجراءات وكل شيء ما يحتاج. تفاجأت قال لي وين محمد عيد بالاسم؟ قلت له ليه؟ قال ابغى اشوف القزع حقه. كان محمد عيد الله يكرمكم ويكرم المشاهدين في دورة المياه. قلت له يا اخي مو بكويس ادبا اني انادي اللاعب قدام زملائه على اساس تشيك عليه، يا شيك على المجموعه كلها وذا، او بالنسبه لهذه انا شخص انا اعرف التعليمات واتحمل المسؤوليه، اذا جاك في مخالفه للتعليمات فرجع. هذا كل ما في. انا استغربت يعني حتى جاب كذا بالاسم يسال عن محمد، حتى ذكرت الشيء هذا للاستاذ عمر المهنا واستغرب كيف يسال السؤال هذا عن لاعب محدد. جاني مره ثانيه وقال ما تتكلمون. كيف ما نتكلم؟ ليش اجل جالسين؟ صعب ما تتكلم، بنتكلم. هذا بالنسبه للحكم الرابع. استغربت. جاتنا على قولتهم القشه اللي قصم الظهر البعير اللي يقول انها اعتراضات. طبعا انك تقوم من الكرسي هل هذه يفهم انها اعتراض؟ طبيعي. الناس اللي جاء هدف او حدث اي في المباراه هجمه كل الناس تقول طبيعي انك تقوم من الكرسي، لكن اعتراض بمعنى الاعتراض ما في اعتراض، ما في اي شيء يستوجب الاعتراض اصلا، ما في اي شيء يستوجب الاعتراض عشان اعترض. لان اصلا ان اول شيء فايزين يوم اني استبعد من الأذى أن فايزين، وبعدين في بداية الدوري والمباراة ما فيها يعني ما يؤدي للشحن والأشياء دي سواء من قبل الحكم أو من قبل أو من قبل اللاعبين. ما في المباراة يعني لازلنا في بداية الدوري إن فايزين في الشوط الأول، كلها أشياء يعني أستغرب أنها يعني وصلت الأمور هذا أنه يبعد الشخص. اللي حدث جت كورة شافها الجميع، كل الجميع، كورة كانت أمامنا في كرسي الاحتياط اوت لنا وحسبها واضحه، طبعا واضحه وضوح الشمس. كل اللي على كرسي الاحتياط لا لاعبين ولا جهاز فني ولا جهاز داري، قمنا طبيعي ردة فعل زي ما قلنا في الهدف وذا. فتفاجأت جاء واشر لي قال لي تطلع. طبعا انا ما بغيت اصلا حتى اتكلم معه ولا شيء ولا ذا، طلعت فهذا كل ما في الامر. طوال وجودي في نادي النصر لم اتحدث في يوم من الايام ضد الحكام سواء في الاعلام وذا. اذا كان عندي ملاحظه ويعرف الاستاذ عمر المهنا اتصل مباشره اقول ترى ملاحظتي كذا. هذا دائما اللي انا استغرب. يعني انا كنت انتظر التكريم، من لجنه التحكيم ومن الحكام. هذا سر الاستغراب، هذا اللي دعاني للاستغراب. طبعا يعني اليوم حاولوا او البارح انا يوم طلع القرار وقال جيت بستأنف، فيه بعض الناس يعني قالوا لي ما في داعي تستأنف وما ادري ايش وتروح تخسر المبلغ. طبعا انا دفعت المبلغ من حسابي الخاص الرسم اللي هو 10,000 ريال، لاني انا دافع عن مبدا، ما هي بقضيه انها مباراه. انا يمكن ان اللجنه ما يمديها قبل المباراه، يمكن ما احضر المباراه او زي كذا، لكن هذه عمليه مبدا. عدم اقتناع. لا مبدا عندي انا، لان الشيء هذا انا حسيت انه يعني قرار مو بصحيح، قرار الابعاد وكملها قرار الايقاف. انا يعني ما في مبرر. في بعض الاخوان قالوا ما في داعي، فلا انا بالنسبه لي لا داعي. هذا انا اسجل موقفي بالطرق والاجراءات السليمه. إذن حديث سلمان القريني متحدثا عن أنه استأنف على حسابه، استأنف هذا القرار طالبا أن يعدل هذا القرار، قال أنه لم يخطئ. حسن عبد القادر يبدو أن حديثه رجل يتحدث بصدق عن كثير من جوانب، لكنه يحكي تفاصيل دقيقة غير ظاهرة لنا.